في سلوك قلما يحدث في الهلال بالذات، غادر أحمد الفريدي الرياض إلى مسقط رأسه المدينة المنورة، تاركا رسالة هاتفية لإداري الفريق يقول فيها: لا أريد أن أكمل الموسم، أبحث عن فريق سعودي أو خليجي بالإعارة. الرسالة التي تسربت في الإعلام بدءا من وسائله الجديدة وانتهاء بالتلفزيون قلبت الهلال إلى صفيح ساخن. الأحداث تتوالى، مدير أعمال اللاعب يظهر ويزيد الطين بلة ويقول: الهلاليون يعرفون مشكلة الفريدي فلماذا تأخروا؟ الهلال يصدر بيانا يوضح فيه أن اللاعب لم يحضر ويؤكد الرسالة الهاتفية، وأن اللاعب لا يرد على الاتصالات. رئيس النادي يجيب على اتصالات المقربين بقوله: لا أعرف ماذا يحدث ولا أعرف لماذا فعل اللاعب ما فعل. ليلا يظهر الرئيس الذهبي في المشهد، وهو الذي سجل الفريدي في الهلال قادما من أنصار المدينة. بندر بن محمد يصل إلى اللاعب الذي لم يستطع أن يصل إليه الهلاليون والصحافيون. ساعة واحدة يعلن بعدها أن الفريدي في طريقه للرياض، وهو ما حدث. اليوم التالي الفريدي يطلب الظهور في برنامج إرسال، يعلق: كنت غاضبا وأمر بفقدان شهية للكرة ولذلك غادرت، نافيا أي شائعات ربطت غيابه بخلاف مع سامي الجابر أو سعد الحارثي. ويستغرب انتشار رسالته معاتبا إدارة الكرة: هذه رسالة شخصية، لماذا وصلت إلى الإعلام؟ ورئيس النادي يرد: لا نستطيع إلا أن نقول الحقيقة. والجمهور والمتابعون ما زالوا يتساءلون: أين الحقيقة؟ لماذا غادر الفريدي؟ لماذا أرسل ما أرسل؟ وقبل هذا وذاك السؤال الكبير جدا: ماذا يحدث في الهلال هذا الموسم؟